السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. مبدئيا كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا وقبل ما نقول اي حاجة، حابة اعتذر لكل حبايبي وكل الناس واقول لهم اسفة جدا على ان انا وقفت القناة الفترة اللي فاتت ديت، بس والله كان غصب عني. ظروف كانت خاصة بس مش أكتر. هي اللي خلتني إن أنا أوقف شغل على القناة بقالي فترة. يعني ظروف زي عدم استقرار، زي حاجات كانت كتير بتمنعني، هوضحها معاكم في الفيديوهات اللي جاية بعد كده. بس حقكم عليا ومعلش إن أنا وقفت الفترة اللي فاتت دي كلها. بعتذر لكل متابعيني وكل حبايبي وكل اهلي. انتوا عيلتي التانية ومعلش. بس كان في ضغوطات جامدة بس الايام اللي فاتت دي كلها، بس الحمد لله ربنا ييسر الحال ورجعنا تاني هنشتغل على القناة وبتشجيعكم. بفضل الله الاول ثم تشجيعكم. رجعت تاني ان انا اشتغل على القناة تاني وانزل فيديوهات عليها. وبشكر، حابة أشكر كل الناس اللي وقفت معايا وسألت عليا في فترة غياب الفترة اللي فاتت دي كلها. في ناس كتير سألت عليا وناس كتير كانت بتدعمني وكانت بتتصل عليا وكومنتات كتير كانوا يقولوا لي ارجعي تاني واشتغل على القناة تاني. ما تسيبيش القناة تروح منك كده، خسارة. احنا حابينك وحابين فيديوهاتك وحابين حاجتك البسيطة وحياتك البسيطة في الفيديوهات. فعشان خاطر يا مدام رشا ارجعي لنا تاني ورجعي القناة تاني واشتغل عليها. فعلا فعلا ادوني دعم وساعدوني ان انا اراجع نفسي تاني وارجع اشتغل على القناة تاني، وتبقى سبب او مصدر رزق ليا ولولادي. انا النهارده كده حبيت انزل لكم باول فيديو على القناه بالفراخ. الفراخ دي انا كنت مربياها عندي في البيت، تربيه بيتي، ربيتها جبتها كتاكيت، وما شاء الله على عمر شهر. ما شاء الله الله اكبر. زي ما انتم شايفين كده الاوزان عدت معايا 2 كيلو و2 ونص و2 وربع ما شاء الله. فانا خفت عليها عشان الجو كان حر بصراحه، وجيت قلت لا كفايه لحد كده بقى، وهنقوم نجيبها انا ونوره ونذبحها وننضفها وايه نطمن عليها، بدل لما نيجي كل شويه نبص نلاقي لا قدر الله صرخه ماتت ولا حاجه، كنت هزعل عليها جامد جدا. جبت الفراخ ديت، هم كانوا بصراحه 20، جبت 20 ورحت جايه دبحت بقى. لما لقيت الاوزان ما شاء الله، لو لقيت الاوزان الكبيره الاول قلت اخد الاوزان الكبيره الاول واخدها اذبحها واعمل منها بانيه واعمل منها شاورما واسيب منها ايه للاكل برضو. وسبت كام واحده كده كانوا لسه حوالي 2 كيلو او 2 الا ربع، قلت خليهم في يوم تاني عشان طبعا ايه كنا انا ونوره واقفين بنعمل، ما كناش قادرين في اليوم ده ان احنا نذبح كله مره واحده يعني. فذبحنا على قد ما نقدر كده ونضفنا زي ما انتم شايفين التنظيف فله كده. طبعا انا نظفت في البيت انا ونوره في المطبخ، ده المطبخ بتاعنا بتاع البيت بتاعنا زي ما انتم عارفين. انا مأجره البيت بتاعنا اللي كنت صورته معاكم في الفيديوهات القديمه وقلت لكم وصورت معاكم فيه، وده المطبخ كالعاده انتم متعودين عليه بنصور مع بعض فيه وكده. فما شاء الله جبت الفراخ ديت وقلنا نقف نعملها. نضفناهم ما كملناش والله واحنا واقفين كده، كانت ساعة زمن كنا مخلصين ده كله، ونضفنا الريش وفتحنا زي ما انتم شايفين، فتحت معاكم وعملت لهم الخلطة بقى اللي بغسلها بيهم دي. جبت دقيق على خل على ليمون على ملح على طماطمايه، شويه قرفه كده بيدوا ريحه حلوه للفراخ وبيشيلوا اي طعم زفاره واي حاجه. ده زائد ان انا غسله الفراخ غسله فل كده زي ما انتم شايفين، خدتها مره واثنين وثلاثه تحت الصينيه وبقيت اغسلها زي ما انتم شايفين كده. الفراخ ما شاء الله عليهم. وطبعا الكاميرا كمان ظالمه الاوزان، والله الاوزان كبيره جدا ما شاء الله. الصدر كان صدر فعلا. الفراخ الكب كلنا عارفينه، وكتكوت الكب دوت ابو نقطه سودا ده يا جماعه ما شاء الله بيبقى صدره عريض وبيعمل منه بانيه كويس جدا، لان صدره بيبقى كبير غير التاني الهبر والانواع التانيه ديت ما بيبقاش صدرها عريض زي الكب. فجبت ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده ال20 وقلنا نعملهم كده، ذبحنا منهم. وجبت بقى الرجول والكبد والقوانص دي عملتها كده يوم ما احنا ذبحنا، قلنا هنعملها مع شويه رز كده ونتغدى بيهم، علشان طبعا كنا واقفين على رجلينا. فجينا قلنا ايه مش هقدر اطبخ وكده، فرحنا عاملينهم وهم طازه بس معانا. جبت بقى الفراخ ودعكتها كده بالخل والليمون والحاجات دي زي ما انتم شايفين، وغسلناهم غسله كويسه جدا.
وهتشوفوا بقى وانا بطلع منها شاورما. عندي البنات بتعشق الشاورما، بتموت في حاجه اسمها شاورما كده. بعمل الشاورما في البيت بتبقى تحفه، ولا تقولي لي محلات ولا سندوتشات من بره ولا افخم محلات ولا الكلام ده. بعملها في البيت بتبقى جميله. واجيب العيش اللي هو السوري ده واعمله ليهم وبحشيه الشاورما، وبعدين بسخنه في طاسه تيفال كده بنقطه زيت واقلبه، بيبقى العيش مقرمش كده وتبقى سندوتشات تحفه وجميله ما شاء الله عليهم. انا هنا بصوا كنت شفيت الفراخ بقى، الصدر ما شاء الله الله اكبر عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله كده. الصدر تحفه تحفه يعني، طلعت منه كميه شاورما وكميه بانيه ما شاء الله. طبعا انا مسكت الاوزان الكبيره بقيت، عشان طبعا الاوزان الكبيره لازم نطلع منها. دي الهياكل يا جماعه، بصوا الهيكل عامل ازاي ما شاء الله. الهياكل دي برضو عملناها مع الرجول والكبد والقوانص، ازازه كده يعني بيمصمصوا منها كده، وعملناها في الغداء وسدت وجبه وخلاص. والحمد لله يعني عندي البنات بيرضوا باي حاجه وبأقل حاجه، ما هماش يعني اللي بيدققوا في اكل او في حاجه يعني. فما شاء الله بصوا الورك عامل ازاي الله اكبر، يعني الوركين ممكن يعملوا كيلو ما شاء الله. تعالوا شوفوا بقى كيلو الوراك بكام النهارده. دول بقى انا فتحتهم علشان هشويهم على الفحم، بتبلهم وبقطع، بفتح الصدر كده تفتحات في الصدر وتحت الاجنحه والوراك، وبرجع اعمل التتبيله بتاعت الشويه واتبلهم فيها واشويهم على الفحم. بيبقى ولا تقولي لي محلات ولا مشوي من بره ولا الكلام ده كله. ففتحت 2 قلت هبقى اشويهم في يوم برضو، وسبت سليم كده ده للاكل. السليم دوت سبته بقى ايه، نعمل عليه محشي، نعمل معاه صينيه بطاطس، ايا كان بقى هطبخه مع ايه، فسايباه بقى ده للاكل كده يعني. وده الرجول اهي، والكبد والقوانص دي اللي انا عملتها لهم، والهياكل دي سويناها في يوميها واكلناها. وانا عندي هما بيحبوا يقزقزوا الحاجات دي جدا، عندي دوره مدمنه كبد وقوانص بقى، فعملناهم دول في يوميهم. فما شاء الله عايزه اقول لكم التربيه البيتي دي حاجه عظمه عظمه كده. تربي حاجه في بيتك حتى لو 20 كتكوت كده هتعملوهم حاجه كده للبيت عندك كده يعني. بس اسمها خير في البيت. ده كوسه قلت هعملها مع الرز والكبد والقوانص وشويه الرجول. قلت هعمل الكوسه دي كانت عندي في التلاجة، جبتها قشرتها، خليت هبه الصغيره قشرتها وعملناها، وعملت لها التسبيكه بتاعتها، وقلت ايه هنطبخها مع الرز وكده علشان برضو ايه اسم في خضار معاهم مع الحاجه وكده يعني. فطبعا عايزه اقول لكم بقى التربيه البيتي والحاجه البيتي دي حاجه عظمه يا جماعه قسما بالله ولا يعلى عليها. وانا عايزه اقول لكم ان الفراخ دي ما خدتش مني نقطه دواء، عملت لها حاجات طبيعيه. بقيت اعمل لهم بصل على خل على توم على العلف كده، على ليمون، اعمله لهم لمده 3 ايام. رجعت تاني بقيت احط لهم كركم كده، برضو كركم كويس جدا، اغلي حلبه ونعناع واحط لهم كرافع مناعه وحديد ليهم. بصوا اي وصفات طبيعيه كنت بعملها واحطها لهم، بس كادويه ما اديتش بصراحه ولا نقطه دواء كده بصراحه عشان ما اضحكش عليكم. فعشان كده بناكل الفراخ واحنا مطمنين، اللي هو بقى بصي انت مطمنه بتاخدي الفرخه جسمها نظيف، شمعه بيضه منوره، شوفوا عاملاه ازاي، ما فيهاش زرقان، ما فيهاش ادويه، ما فيهاش اي حاجه خالص ما شاء الله عليها. بصوا دي الشاورما بقى، انا بحب اقطعها قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين واتبلها واجي اعملها لهم بقى بعد كده في يوم تاني يعني. الصدر ما شاء الله خدت منه بانيه وخدت منه شاورما زي ما انتم شايفين. فعايزه اقول لك اعملي اكتفاء ذاتي بنفسك، هاتي لو 10 فرخات او 10 كتاكيت، مش هقول لك هاتي 20 او 30، 10 واعمليهم في بيتك كده، خير في بيتك، حاجه انت مربيها وضمناها، حاجه وقت ما تعوزيها تعمليها. شوفي كيلو البانيه النهارده هتجيبيه بكام، كيلو الوراك النهارده بكام، الفرخه نفسها النهارده بكام. فهتعملي اكتفاء ذاتي ليكي ولبيتك ولاسرتك في اي وقت تحتاجي، هيبقى تحت ايدك الحاجه يعني بصراحه. انا لما عملت ال20 دول وذبحتهم كنت جايبه غيرهم كمان 15، يعني يلحقوا بعض بين ده وده 15 يوم يعني. وعملتهم برضو علشان خاطر ان شاء الله برضو دول يكونوا خلصوا عندي، اكون انا برضو ايه الدورة التانية لحقتهم يعني. هنصور مع بعض برضو فوق الطيور، وهصور عندي بط نايم بلدي هصوره لكم برضو، وهو بيطلع معانا بط صغنن كده. حاجات بتبقى شكلها جميل جدا كده، بتبقي سعيده وفي منتهى السعاده وانت بتشوفي الحاجه ناجحه قدامك والحاجه كويسه كده معاكم. هنصور الزرع، عندي زرع ورا زرعاه في البيت كده في الجنينه بتاعه البيت، شويه زرع على قدنا كده، ذره على شويه حاجات، هصور معاكم برضو في الزرع. هنشتغل مع بعض الايام الجايه، ساعدوني بس ولايكات كتير للفيديو علشان نعوض الايام اللي فاتت ديت، وعلشان خاطر ارجع ان انا اشتغل بنفسي معاكم تاني كده، وانا حاسه ان انا
خلاص في ناس بتشجعني وواقفه في ظهري كده، زي ما قلت لكم انتوا عيلتي التانيه، ما اقدرش استغنى عنكم، وبكون سعيده بيكم وسعيده جدا لما بلاقي حد بيسال عليا وبيشجعني. عايزه اقول لكم ان انا بحبكم في الله، وان انا مبسوطه وسعيده ان هعمل معاكم فيديوهات تاني، وهرجع اشغل القناه تاني، والحمد لله رب العالمين. دعواتكم معانا بس ان الدنيا تفضل ظابطه كده، ونرجع نشتغل مع بعض تاني، وان شاء الله ربنا ييسر الاحوال لينا ولغيرنا يا رب العالمين. ما تنسوش اللايك في القناه عشان ترفعوا الفيديو. والسلام عليكم.